محمية الشفا الطبيعية 50 كيلومتر من العاصمة و18 على البليدة. كانت محرمة على الجزائريين زمان الاستعمار وولات جنة للجزائريين في زمان الحرية. الاستعمار ولد الحرام حرم الجزائريين من هذه الجنة، كان يسمينا لي زانديجان وكان يسمح غير للأوروبيين باش يدخلوها. زارها نابليون الثالث امبراطور فرنسا والأدباء العالميين إرنست هيمينغواي، ألفريد هاتشكوك، جون كلود بريالي، فيها كانوا يصفيو الدهنية. الاستعمار نزاح علينا والشفا رجعت جزائرية وولات هي الدواء والشفا نتاع العاصمة من الضغوط والهمية، ولات هي الوريدة نتاع البليدة الأندلسية. وما يمكنش تزور البليدة بلا ما تشم ريحة عنصر القرودة زينتها في البرية. عنصر القرودة هو جنة الشفا اللي راح يخليك تسبح الرحمن وتسيح في بديع صنع. ربيع، صيف، خريف ولا شتوية راح يهنيك ويعطيك الراحة النفسية. الشمس اللي تخرق الشجر والجبال، الظل نتاع الشجر المستف بنظام، الريحة نتاع النبات، الخضورية زينة الالوان، الينابيع المتفجرة من الصخور والهابطة للوان، الطيور في السماء، سياح القرودة اللي يدير صدى في الجبال وحركاتها اللي كي البهلوان، النسيم، البرد، الثلج، الشتاء، كلها تفاصيل تخاطب الروح، تعطيك الفرجة وتريح النفسية. الحديقة الصغيرة نتاع المركب فيها طيور وحيوانات، النسر، الصقر، الماعز، الفنك، السنجاب، الغراب، الطاووس هو أميرها اللي مزهيها بصوت وألوان السحرية. طريق للشفا من غير المناظر الخلابة راح يبهرك نفق السكة الحديدية في قلب الجبال والجسور الضيقة المعلقة بأشكالها الهندسية. القرودة نتاع الماغو اجتماعية وتعطيك المتعة باش تحتك بها، بصح حساسة بزاف وأي حركة غير عادية تولي عدوانية. يقولوا الشفا تسمات على الجرحى نتاع الأمير عبد القادر اللي كانوا يداوين في شلالاتها والواد نتاعها. ويقولوا قبيلة من بنو هلال اسمها الشفا جات وسكنت في المنطقة الأولى ولا الثانية. الشفا اسم على مسمى وهي دواء وشفاء للبدن والنفسية. ماشي بعيد على عنصر القرودة، ما راحش تقدر تقاوم ريحة الشوا اللي توصل ليك من الحافة نتاع الواد. الحولي، الفخار، النحاس يزيد يغويك مع الأدوات التقليدية. الشفا وشلالاتها لما تزورها ريحة تسحرك وتسكنلك في العقلية، تبقى لك ذكرى معطرة من وريدة البليدة الوردة الجزائرية. فوالا هكذا. هلا حيطلع العيال حتصور معايا روح. Thank you very much for watching.